بكل صراحة هذا هو الأداء اللي بغيناه يكون في المنتخب المغربي، لأن الأداء اللي كان اليوم صراحة ربي مستوى زوين ديال بصح. الدراري تقاتلوا، الدراري قدموا مستوى كبير بزاف، واخا كانوا بعض النقص بعض اللعبة من بينهم عبد الصمد الزلزولي في هذا الماتش هذا صراحة ربي ما كانش في نهارو. ما ننتقدوهش بزاف لأن عادي كتوقع بأن في الكورة بعض المرة ما كتعطيكش الكورة، واخا دير لي درتي ما غاديش تخدم لك شي فرصة. وان شاء الله يا ربي نشوفوه في الماتش الجاي في مستوى اخر ان شاء الله يا ربي. وكما شفتوا ملي دخل اسماعيل السيباري صراحة ربي غطى ديك البلاصة وغطى ديك الخلل اللي كان عند الزلزولي، وقدم اداء زوين، ماركا هدف، صنع الهدف، واخيرا نصيري رجع المستوى التهديفي ديالو. السيد ولا كيماركي مع فرقته وماركا حتى اليوم مع المنتخب، وهادشي اللي بغينا باش تكون واحد التنافسيه بين اللعابه ديال الهجوم. صراحه ملي كتكون واحد التنافسيه اي ملاعبي كيدخل يلعب في ارضيه الملعب كيدير اللي في جهدو باش ما ياخذولوش بلاصتو. والنقطه اللي غادي نشير الليله هي علاش المدرب استدعى 4 لاعبة كيلعبوا كاملين في الجهة اليسرى وواحد في الجهة اليمنى. ما عرفناش علاش غادي يضحي بجوج لعبة. راه 90% ما غاديش يلعبوا جوج، غادي يبقاو ديما جالسين في البانكية. هادشي اللي ما عرفتش انا علاش المدرب عيط له. كون دار جوج في اليمين وجوج في اليسار كان تكون حاجة زوينة، يعني باش كيكون واحد رومبلاسو وما يضيعوش في نفس الوقت اللعابة اخرين. اما بالنسبة اداء ديال الدفاع صراحة ربي عندنا ناقص في الدفاع بكل صراحة. الدفاع هذا ما كيبشرش بالخير. نايف اقرات صراحة ربي قايم بالواجب، ولكن بوحدو ما يقدرش يغطي جميع المراكز ديال الدفاع. خصو ملاعب اخر في نفس المستوى ديالو هو. حركس مازال ما كيفهمش يتمركز في المنطقة ديال الدفاع، كيدير اخطاء صراحة ربي مخصهمش يدارو، خصوصا في المباريات المصيريه. يعني الاخطاء هذا ما كديرها في المباريات المصيريه، مباراة الاقصاء راه صعيبه، يعني ما عندكش باش تدارك الموقف. هذاك الشيء اما يخدم على راسو يقدم مستوى زوين، اما يشوفوا شي مدافع اخر يغطي ديك البلاصه هذه. اما بالنسبه للاداء صراحه ربي اداء المنتخب في مستوى. الدراري الوسط تبارك الله عليهم نيفو طالع، الدراري الهجوم حتى هما كيتقاتلوا. المهم اللعبه كاملين كيتقاتلوا كيديروا اللي في جهدهم، غير هو بعد الخلل خصنا نعالجوه قبل ما توصل البطوله باش نكونوا واجدين 100%. وكما شفتوا منتخب ديال غابون صراحه كان درنا واحد الرعب في الدقائق الاولى. صراحه ربي كان هاجم علينا شي هجمات اللي كنا كاملين كنظنوا بان المنتخب المغربي قادر يخسر في هذا الماتش هذا، ولكن ملي المنتخب المغربي ماركا الجون الاولي بحال اللي طفى النار ديال المشويه، ما بقاوش متحمسين. وملي زدناهم الثاني والثالث صافي بحال اللي ما بقاتش عندهم واحد الرغبه باش يرجعوا في المباراه. وتما المنتخب المغربي استغل الفرصه، ماركا الرابع وماركا الخامس، وغلبناها بنتيجه كبيره بزاف. المباراة الأولى 4-1، المباراة الثانية 5-1، يعني 9 ديال الأهداف في مباراتين مع منتخب ديال غابون ماشي سهلة. إلا ما كانش منتخب عنده مستوى كبير ولاعب كبارين ما تقدر تغلب الغابون بهذه النتيجة هذه، لأن المنتخب الغابون ماشي شي واحد الخصم اللي ساهل. عنده الدراري تبارك الله ناضيين كيلعبوا وكيلعبوا في فرق زوينين. هذاك الشيء منتخب ماشي سهل، ماشي بحال داك المنتخب اللي لعبنا معاه في الماتش اللي فات الافريقيا الوسطى، هذاك شويه منتخب متوسط ولا ضعيف شويه نقولوا كاع. اما منتخب الكابون راه معروف في القاره ديال افريقيا كيقدم مستوى رائع صراحه. واللي كيهمنا حنا جميعا هو نربحوا كاس افريقيا وتبقى كاس افريقيا في بلادنا، لانها منظمه في بلادنا وما غاديش نسيبوا احسن من هذه الفرصه هذه بكل صراحه. لان المناخ في بلادنا غادي يساعدنا باننا نمشيو بعيد في هذه البطوله. اما لما ديناش في بلادنا راه صعيب باش ديها في ادغال ديال افريقيا، كيكون المناخ صعيب بزاف. الملاعبين ما كيكونوش مولفين ديك المناخ هذاك، يعني كتجي قاصحه شويه. اما في بلادنا ما عندنا حتى شي عذر الا ما ديناش. ونتمنوا التوفيق نديو البطوله هذه ونتاهلوا لكاس العالم ان شاء الله يا ربي في امريكا، عاود نديروا بالباله في امريكا عاوتاني كما درنا في قطر.
وكنتمناو التوفيق لجميع المنتخبات العربية، و يا الجزائر يا تونس يا مصر يا ليبيا يا السودان يا موريتانيا، كاملين كنتمناو يتأهلوا. خصوصا المنتخب الليبي حاليا عنده واحد المباراة رسمية ومصيرية، يعني مباراة خصو يربح فيها، ما كاينش الخسارة. الا خسر غادي تخسر وما غاديش تأهل من هاد البطولة ديال الأمم الأفريقية اللي منظمة في المغرب. خصو ضروري الربح، وحتى نيجيريا خصها تغلب ولا تعادل باش يتأهل المنتخب الليبي ونشوفو في كأس افريقيا، لانه 13 سنة ما حضر في هذه البطولة هذه. على داكشي كنتمناو له التوفيق يكون واجد في هذه البطولة ان شاء الله يا ربي. واما بالنسبة للتصنيف ديالو في المجموعة ديال كأس العالم، صراحة المنتخب الليبي هو الثاني قريب التأهل، ونتمنوا له التوفيق ونتمنوا التوفيق لجميع المنتخبات العربية. والاخوان ما تنساوش اللايك والكومونتير وبارطاجيو الفيديو ديالنا، والناس اللي مازال ما دارت متابعة دير متابعة، ما تخسر والو. تحياتي لكم.